أهلا وسهلا. من أكتر الحاجات اللي بنواجهها في حياة الشغل، خصوصا الشغل يعني، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في الكوربريت، هو ما يسمى بالبيرن اوت. طبعا أنا متأكد إن كتير من الأودينس اللي بيسمعوني، اللي في جيلي واللي أكبر مني واللي أصغر مني، عارفين كويس قوي يعني إيه كلمة بيرن اوت، وعانوا كتير قوي من البيرن اوت. الحقيقة أنا مش جاي النهاردة أقول لكم إن أنا عندي حلول سحرية للبيرن اوت أو إن أنا أدركت الموضوع بالكامل، لكن في حتة انا بقيت حاسس ان هي مهمه قوي قوي في موضوع البيرن اوت، وازاي التعامل مع البيرن اوت ليس في نطاق solving the burnout بس actually avoiding the burnout. وهي حاجه لطيفه قوي. أم، برضو في سياق كتاب اتوميك هابتس، الحقيقه مليان بالجيمز، مليان بالدرر والجواهر. من الحاجات من الريزنز اللي بتؤدي للبيرن اوت هي البدايات العنيفه جدا. بتلاقي ان انت فور اكزامبل يو لاندد ا نيو جوب، او يو سكيورد، او وفقت ان انت تو هاف ا نيو بوزيشن في شركه، وبيبقى عندك اكسبكتيشنز جامده جدا جدا من نفسك، وبتحط على نفسك اكسبكتيشنز عاليه جدا. وعاده ممكن يكون في اكسبكتيشنز من الناس اللي حواليك ان بقى احمد انت يو بيكيم ذا سي او، فيور اكسبكتد تو ديليفر حاجات معينه، والحاجات دي مش شرط تكون صح او غلط. لكن الفكره كلها في طريقه التعامل مع النيو تشالنجز او الاكسبكتيشنز دي. عاده ايه اللي بيحصل؟ انا بقى الفتره دي بقى هفك كل حاجه خالص من حياتي، وهركز جدا في الديليفربلز اللي عليا. لونج وركينج اورز، فيري هاي ليفلز اوف ستريس، فيري انجيجد، يعني ستايل اوف كوميونيكيشن، اجتماعات كتير، كلام كتير. فتلاقي ان انت البيس بتاعك بيعلى جدا جدا جدا، وبعد فتره بتحس ان انت you're not able to maintain this pace. المشكله فين؟ المشكله في ان you're not pacing yourself على ان this is a long term thing، وان انت you need to pace الكي بي ايز بتاعتك والاكسبكتيشنز بتاعتك على قدر يكون مناسب بالنسبه لك. let's say ان انت عندك كي بي اي over the entire year، ما ينفعش يكون عندك expectation ان الكي بي اي ده هيحصل في كيو 1، ما ينفعش. وانت unconsciously بتلاقي ان انت بتحمل نفسك حاجات انت نفسك مش حاططها لنفسك كي بي اي. يعني ليتس سي ان انت راجل شغال في سيلز فور اكزامبل، وعندك تارجت 50 مليون لاخر السنه، انت تلاقي نفسك انت بتوبريت از اف يو ونت تو اتشيف ال 50 مليون دول في خلال 3 شهور which is impossible ومش مطلوب. لكن انت psychologically because of the pressure and the hype and the butterflies انت you're still settling in. فمهم جدا موضوع البيسنج، وموضوع ان انت again you focus on the process rather ان انت you focus on the results. الموضوع ده احنا ليه مش بنعمله بالديفولت بتاعنا؟ ليه ما فيش حد كده اول ما بيسات نيو تشالنج او بيقابل نيو تشالنج بيبيس هيم سيلف ويساتل ان؟ ليه النيتشر بتاعتنا مش كده؟ عشان we always don't like uncertainty. احنا ما بنحبش الحاجات الفيج. ما بحبش ان انا اكون قاعد وقدامي سنه فور اكزامبل وعندي 3 كي بي ايز ومش عارف انا هحقق الكي بي ايز دي امتى. فبيبقى عندك uncertainty بتخليك ان انت ستريسد، وده بيخليك ان انت sometimes to outperform yourself. حل الموضوع ده ايه؟ كلمه لطيفه جدا ومهمه قوي الحقيقه في حياتنا in general، هي trusting the process. طالما ان انت ماشي في بروسس، والبروسس دي باللوجيك اللي انت حطيته المفروض تؤدي لنتائج، trust the process. حتى لو انت ما شفتش النتائج في الاول، the process will yield النتائج اللي انت عايزها، وعادة بتؤدي لنتائج احسن. focusing on the results مش اهم من focusing on the process، لان البروسيس هي اللي بتبيلد الهابت وهي اللي بتبيلد المومنتوم. الريزلتس اللي بتيجي كسبايك، بتلاقي ان بعد السبايك عاده بيحصل deterioration قوي جدا and there is no platform of habit يلفت يخليك ان انت شايل المومنتوم. بتلاقي المومنتوم بيتكسر and rebuilding the momentum is something that is very complicated. فالموضوع ده مهم قوي، واتمنى ان هو يساعد في اي حد عنده بيرن اوت ان هو يفهم ان البيرن اوتس بتحصل بسبب ان انت you're not so focused على البروسيس and you're not so focused on pacing yourself. you're more focused on the results، وان ده عاده هو اللي بيخلي ان الواحد يرش everything، بيخلي ان الستريس ليفلز بتكون عاليه، وده بيؤدي في الاخر للبيرن اوت، ان اكنك عمال بتشد في استك، في الاخر الاستك يتقطع، تضطر ان انت تبدا اول اوفر اجين. شكرا جزيلا ونراكم على خير.